السلام عليكم. انتهت أمس الثلاثاء 29 يوليو 2025 انتهت رحلة الفرار ديال واحد الطبيب في مستشفى الغساني في مدينة فاس. هاد الطبيب متهم باللي قتل الزوجة ديالو الطبيبة في نفس المستشفى، المديرية الجهوية لوزارة الصحة جهة فاس مكناس. قتلها هاديش 15 يوم قبل ما يهرب لفرنسا، فين دوز هاد المدة وهو في حالة فرار قبل ما يقرقبوا عليه البوليس الفرنسي البارح 3 في انتظار التسليم ديالو طبعا للسلطات المغربية باش تباشر التحقيق معاه حول الظروف والحيثيات والأسباب ديال الجريمة اللي ارتكب أو يشتبه في الارتكاب ديالو ليها. بارح تشد الطبيب. هاد الطبيب هو طبيب عام بالمستشفى ديال الغساني والعمر ديالو 39 عام. تشد في مدينة نيس الفرنسية بعد ما هرب من المغرب قبل 2 سيمانات، حيث تبين انه مشى لفرنسا فين مستقرين بعض افراد العائله ديالو، وتماك بقى مخبي طيله هذه المده بعد ما تم اصدار امر دولي بالقاء القبض عليه من طرف النيابه العامه في محكمه السيناء ديال فاس، حيث السيد مشتبه في قتله مرته الطبيبه والدفن ديالها في الجرده ديال دار عائلته بحد ولاد زباير تازا. وبالفعل البارح البوليس ديال فرنسا قرقبوا عليه وغادي يصيفطوه للمغرب. الطبيب المتهم موجود حاليا على إشارة الشرطة الفرنسية، وينتظر باش يتم الترحيل ديالو للمغرب في الأيام القليلة القادمة، طبعا بعد انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها في قضية تسليم المجرمين المطلوبين المستوى الدولي بموجب أوامر بإلقاء القبض الصادرة عن مختلف السلطات اللي عندها علاقات ديال الدول اللي عندها علاقات فيما بعدها بخصوص تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة. المسطرة يقدر تطول شي أيام قليلة قبل ما يتم تسليم ديال الطبيب للسلطات المغربية ويجيبوه طبعا لولاية أمن فاس، حيث هي المعنية بالتحقيق في ظروف وحيثيات وأسباب القتل ديال الطبيبة الله يرحمها ويوسع عليها ويصبر عائلتها، باش يحققوا معاه على ود ديك الجريمة ديال القتل ديال مرتو، وكنجدد عليها الرحمات والدعوة بالمغفرة يا رب العالمين. الضحية الدكتورة الله يرحمها عمرها تقريبا 40 سنة. المشتبه به في القتل ديالها هو راجلها الزميل ديالها في العمل، بعد ما انتقلوا للمستشفى الغساني تقريبا هذه 6 سنين وما خدامين تماك، بعد ما سبق لهم العمل في المستشفى ديال ابن باجة الإقليمي في تازا وبعدها بمستشفى قرسيف. ضحية كانت بانت لآخر مرة في المقر العمل ديالها في المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس اللي موجود المقر ديالها في مستشفى الغساني. ظهرت لآخر مرة في أجواء عادية جدا بعد الاستفادة ديالها من تكوينات هي والزملاء ديالها قبل الاختفاء الغامض ديالها منذ صباح الثلاثاء 15 يوليوز، الشي اللي قلق عائلتها والزملاء ديالها اللي كيعرفوها. قبل ما العائلة تقدم بالبلاغ الاختفاء ديالها للمصالح الأمنية، كما راجلها أيضا راجلها الطبيب في نفس المستشفى هو تقدم بشكاية للمصلحة الولاية الشرطة القضائية حول الاختفاء غير المعهود ديال مرتو. والديها مساكن كانوا في حالة يرسلها كيتردوا يوميا على المديرية باش يعرفوا واش كاين شي خبر على بنتهم فين مشات، قبل ما يبدا البوليس البحث ديالو على الأثر ديالها. البوليس تعقبوا أثر الهاتف النقال ديال الضحية ولقاوه باللي كان في مركز جماعة أحد ولاد زبير بإقليم تازا، وهي المنطقة منين كاين حدا الراجل هذا الطبيب اللي كان اختفى ظروف غامضة بعد ما قدم بلاغ بالاختفاء ديال مرتو قبل ما يبان أنه غادر التراب الوطني في ظروف غامضة. المصالح الأمنية استعانت بكلاب مدربة مشات لواحد الحديقة ديال الدار ديال عائلة الطبيب في حد ولاد زباير، وتما كانت المفاجأة الصادمة للجميع. طبيبة مسكينة الله يرحمها مدفونة في حفرة، هاد الحفرة حديثة الحفر في ديك الجردة ديال الدار. الجثة تجبدات وتمت المعاينة ديالها وبان أن عليها جروح وماشي رجليها مقطعين كما راج إبان العثور عليها. المهم دار متعين قانونا وتهزت الجثة لمورد مستشفى الغساني فين كانت خدامة هي وراجلها، وتم التشريح ديالها من طرف الطبيب الشرعي. الجدرمية هما كيقلبوا على الجثة ديال الهالكة لقاو شي بقع الدم في الطوموبيل ديال الطبيب اللي كانت مركونة في الكراج ديال الدار ديال عائلته في حدولة الزباير، في لقاو الجثة طبعا ديال المرحومة الله يرحمها. الدار موجودة في ديك المنطقة ديال ولاد الزباير على بعد تقريبا شي 125 كيلومتر عن مدينة فاس.
المهم كل الإجراءات القانونية دارت بما فيها الشروع في البحث في أسباب وحيثيات والظروف ديال الجريمة، وبقى الرجل المشتبه فيه الرئيسي فار من العدالة قبل ما تشدو الشرطة القضائية تقرقب عليه البارح في انتظار التسليم ديالو للسلطات المغربية باش تباشر البحث معه في الأيام القليلة المقبلة. وهاد الصورة اللي كتشوفوا هي الدار فين لقاو الجثة مدفونة في حد ولاد الزباير. الدكتورة هند مسكينة الله يرحمها، الله يرحمها، كانت نعم الإنسانة، كنقول نعم الإنسانة، خدومة، علاقتها مع الزملاء والزميلات ديالها كانت جد طيبة، كلشي كيشكرها، ما عمر شي حد فتح عليها فمو بالعيب، حيت هي ما كانت كتصرف غير الخير في الناس، وديما بشوشة وما تسمع منها حتى شي عيب، كانت خدومة مع الجميع، ديما الابتسامة سبقها في العلاقة ديالها مع الناس. وهنا غادي نرد على الناس اللي هاجموني في التعليقات على ود اول فيديو درتو على هاد الجريمه، قالك باللي نبشت في الاعراض ديال الناس بعد الوفاه ديالهم. لا ابدا، ما عمري نديرها، حيت ماشي من اخلاقي. وزيدون الدكتوره هند كنعرفها وكنسمع عليها وعلى السمعه الطيبه جدا ديالها، وملي قلت او ملي عطيت ديك المعلومه ديال ان خو راجلها الطبيب حتى هو طبيب في فرنسا جا فين خدام الضحيه مسكينه الهالكه وحيح على شي زميل ديال المرحومه بداعي كذا، ما قصدتش ابدا نسيء لا للمرحومه ولا لوليداتها ولا لعائلتها ولا اي الزملاء ديالها والزميلات ديالها، لا ابدا، ما عمرني نسيء ليها، حيت انا هناك او في ديك الفيديو عطيت غير معلومه. اما الكرامه والشرف والسمعه ديال المرحومه فما غادي يشكك فيها حتى شي حد، لا انا ولا نتوم ولا اللي عارفها عن قرب او عن بعد. هي نعمه الانسانه والطبيبه، وإلا كذبتوني سيروا سولوا الزملاء ديالها فين كانت خدامه ونسد القوس باش ما نبقاوش نتهموا بنادم الشي اللي ما قالوش. وهذا رد على اللي هاجموني في التعليقات، والله يسامح الجميع. الله يرحم الدكتوره هند، والله يوسع عليها، والله يكون في عون وليداتها، والله يصبر ربها وميمتها وعائلتها وكل الزملاء والزميلات ديالها والاصدقاء الجميع تفجع الوفاة ديالها والفريقها المباغت وفي جريمة جد بشعة. الله يرحمها ويصبر ذويها، ولا يبدل محبتها بالصبر، اللهم امين يا رب العالمين. كنشكركم جزيل الشكر على الاهتمام ديالكم وعلى اللي تبعتوا هذا الفيديو، نتمنى تكونوا كثيرين في التفاعل ديالكم، وشكرا جزيلا لكم. في الاخير وكما كنقول دائما، الله يبعد عليكم مدرجات، الله يبعد عليكم مدرجات، اللهم امين يا رب العالمين.